هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. السيد المستشار محمود محمد مكي نائبا لرئيس الجمهورية. ثانيا، إحالة السيد المشير محمد حسين طنطاوي سليمان القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للتقاعد اعتبارا من اليوم. منح قلادة النيل للسيد محمد حسين طنطاوي تقديرا لما أداه من خدمات جليلة للوطن. كما قرر السيد الرئيس تعيين السيد محمد حسين طنطاوي سليمان مستشارا لرئيس الجمهورية. القرار التالي: إحالة الفريق سامي حافظ أحمد عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتقاعد اعتبارا من اليوم. منح قلادة الجمهورية للسيد الفريق سامي حافظ أحمد عنان تقديرا لما له من الكفاءة والتفاني في خدمة الوطن. كما قرر السيد الرئيس تعيين السيد سامي حافظ عنان مستشارا لرئيس الجمهورية. كما قرر السيد الرئيس إحالة الآتي أسماؤهم للتقاعد اعتبارا من اليوم 12 من أغسطس عام 2012 كل من الفريق مهاب محمد حسين ممش، الفريق عبد العزيز محمد سيف الدين، الفريق رضا محمود حافظ محمد عبد المجيد. كما قرر السيد رئيس الجمهورية ترقية اللواء أركان حرب عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي إلى رتبة الفريق أول اعتبارا من اليوم. كما قرر السيد الرئيس تعيين الفريق أول عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي قائدا عاما للقوات المسلحة اعتبارا من اليوم. وقرر أيضا السيد الرئيس تعيين الفريق عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. كما قرر السيد الرئيس ترقية اللواء أركان حرب صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة الفريق اعتبارا من اليوم. وقرر السيد الرئيس تعيين الفريق صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة اعتبارا من اليوم. كما قرر السيد رئيس الجمهورية تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع. وقرر السيد رئيس الجمهورية أيضا تعيين السيد رضا محمود حافظ عبد المجيد وزير دولة للإنتاج الحربي. كما قرر السيد رئيس الجمهورية تعيين السيد مهاب محمد حسين ممش رئيسا منتدبا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس. وقرر السيد رئيس الجمهورية تعيين السيد عبد العزيز محمد سيف الدين رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. شكرا. كل نوافذ الجزيرة
باتجاه الحدث وتفاصيل الجزيرة دوت نت. صفحة الجزيرة على الفيسبوك وعبر تويتر. شارك الجزيرة دوت نت. خدمة الجزيرة موبايل. كيف ترى تطورات الأمور في الساعات القادمة؟ بين النور والظلام تكمن الحقيقة. يعني 100,000 200,000 مواطن يحاصروا القصر الجمهوري يوم 24 أغسطس الجاي. الشعب يعني 200,000 ولا 300,000 مواطن يحاصروا القصر الجمهوري يوم 24 أغسطس الجاي، يطالبوا بمطالب شرعية قانونية ويقعدوا ويباتوا ويقعدوا أيام بايتين عشان الشعب يسمع. الشعب كله محتقن من جماعة الإخوان، لكن لسه ما نزلش ضغط شعبي حقيقي. احنا نزلنا هنا أكثر من مرة، من أول اعتصام أو من أول يوم ما قبل نتيجة الانتخابات الرئاسية، وعملنا مليونية كبيرة جدا كانت من مركز الكوبري لغاية الجامع، كانت هي المليونية الحقيقية. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.